النهارده وصفتي ليكم هتكون احلى وصفه كيكه الكوكيز بطريقه سهله وبسيطه، وهتعمليها كل يوم للاولاد لانها بجد تحفه وهتعجبهم جدا. تعالى اوريكم بقى التقطيعه بتاعتها، يلا بينا نشوف طريقه تقطيعها. وصفه كيكه الكوكيز دي جميله جدا، هتعجبكم قوي وعايزاكم تعملوها خطوه بخطوه زي ما انا عاملاها، هتعجبكم وتعجب اولادكم جدا. بصوا جوسي كده وجميله جدا. الشوكولاته بتاعتها دي شوكولاته انا عاملاها في البيت، هنزل لكم مقاديرها في صندوق الوصف عشان تعملوها زي ما انا عاملاها بالظبط. وكمان ممكن تشتغلي بالنوتيلا، بتدي طعم حلو، بس احنا بنعمل الاوفر في البيت. اهم حاجه بقى في الخطوات انك هتجيبي كوبايه زبده بدرجه حراره المطبخ، او نص كوبايه سمنه، تكون عندك سمنه صفرا. طبعا السمنه بتبقى انواع، وعليهم كوبايه سكر بني او كوبايه سكر ابيض، وهخلطهم بمعلقه عسل اسود. هحط عليهم كمان بيضايه بعد ما اضربهم، وطبعا معلقه فانيليا صغيره. وكل المكونات دي هسيبها لك برده بالجرامات في صندوق الوصف. كوبايتين ونص دقيق، وعليهم معلقه كيك شيف ورشه ملح، وهقلبهم كويس جدا، وهبدا اخلطهم زي ما انتم شايفين. وبعد كده هبدا بقى اجمعهم بايديا زي كده ما انتم شايفين العجينه. هبدا احط عليهم شوكليت شيبس بالطريقه ديت، وهعجنها ببعضيها. وهبدا اجيب الصينيه اللي انا هعملها بيها، صينيه مقاس 20. هحط طبقه كده في الارضيه، وهنزل الشوكولاته زي ما انتم شايفين. اهم حاجه ما تبقاش الشوكولاته طالعه بره في الصينيه خالص، تبقى في النص بس. وهبدا اجيب بقيه العجينه، هفردها على كيس تلاجة، وهنزلها بنفس الشكل اللي انتم شايفينه. طبعا كل الخطوات دي عشان تضمني كيكه الكوكيز تطلع معاكي ناجحه وبنفس الطريقه زي ما انتم شايفين كده. وهكون مدخلاه برضو الفرن على درجة حرارة عالية لمدة نص ساعة. هتطلع معاكم بالشكل الجميل التحفة اللي انت شايفاه ده، وهتبقى دايبة وجميلة جدا. عايزاكي تديني بقى ايه رأيك في الوصفة، وتكتبي لي في التعليقات